في ليلة كانت السماء ملبدة بالغيوم، والرياح تعصف بأشرعة السفن، لكنها لم تكن أعتى من تلك الرياح التي اجتاحت قلب ذلك الفتى الذي لم يؤمن قلبه يوما بعبادة النار، الفتى الذي لم يؤمن قلبه يوما بعبادة المجوس. رأى ذلك الفتى نورا، رياح أذهبت النوم من عينه وحرمت النفس من راحتها، حتى أصبح الطفل التائه في بيته. رأى ذلك الفتى نورا جعله يجول الدنيا بحثا عن ذلك النور الذي لامس قلبه دون أن يدركه، فشد الرحال وسار وحيدا خلف تلك الرياح لعلها تريح قلبه ويدرك ذلك النور. أكلمك عن رحلة عظيمة ومشوقة جدا للباحث عن الحقيقة، روزبة أو مابا بوذخشان، أو كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي. سلمان اتولد لأب من دهاقين فارس، والدهقان ده كان اللي هو بيبقى الأمير على القرية، وسلمان اتولد في قرية من قرى مدن أصبهان في بلاد فارس. والد سيدنا سلمان كان بيحب سيدنا سلمان جدا، لدرجة انه في مرة حبسوه من خوفه عليه. والد سيدنا سلمان كان من اشد الناس عبادة للنار، وكان عندهم معتقد ان النار اللي بيعبدوها ما ينفعش تنطفي، علشان كده كان بيرغم سيدنا سلمان ان هو يحط الحطب للنار على طول وبيرغموا على عبادة النار. لكن هنعرف مع الوقت ان سيدنا سلمان ما كانش مقتنع بعبادة النار، لكن بيعمل كده بس علشان خاطر ابوه. وفي يوم من الايام والد سيدنا سلمان كان مشغول بشوية اعمال في البيت، فطلب من سلمان ان هو يروح المزرعة بتاعتهم علشان يباشر بعض الاعمال مع المزارعين. وفي طريقه وهو رايح للمزرعة شاف كنيسة ووقف عندها. كان الموضوع بالنسبة له غريب جدا، شاف صلاة اول مرة في حياته يشوفها، مش مجرد ناس بتعبد النار وخلاص، لا، ده في ناس بتصلي وبتقول ترانيم، والناس بتقرأ الإنجيل، وفي مجموعة من الناس واقفين بيعملوا شوية طقوس دينية بالنسبة له غريبة شوية. فالفضول خلاه يدخل الكنيسة وياخد وقت كبير، لدرجة ان هو نسي الطلب بتاع والده. اما قعد فترة في الكنيسة وشاف العبادة وشاف الصلوات اللي هم بيعملوها، الموضوع عجبه وحب ان هو يعتنق النصرانية. وهنا سأل على أصل الديانة، وبلغوه إن أصل الديانة في الشام. بعد ما رجع لوالده، والده سأله إيه سبب تأخيرك؟ قال له والله وأنا ماشي حصل 1 2 3، عديت على كنيسة وكان أول مرة أشوف المنظر اللي أنا شفته ده، وحكى له الحاجات اللي حصلت معاه في الكنيسة. والده خاف عليه جدا، هو مش عايزه يترك الديانة بتاعت آبائه وأجداده والكلام اللي بيتقال على طول. فطلب من سلمان بهدوء كده إن هو يبعد عن فكرة النصرانية، وإن ديانة آبائك وأجدادك هي أعظم ديانة. لكن سلمان الفارسي صمم ان هو يدخل الديانة النصرانية، فما كان من والده طبعا ان هو يحبسه. جابه وحطه في البيت وقيد رجله بالحديد وحبسه فترة. وهنا سلمان ما استسلمش وقال انا خلاص عملت اللي عليا، حاولت ادخل الدين الجديد ده بالنسبة لي وخلاص انا هكتفي باللي انا عملته، وكده هيرضى بالامر الواقع اللي حصل، بل بالعكس مش هيرضى وخلاص، ده انا فعلا حاولت. لكن الموضوع ما وقفش هنا، سلمان اعتمد على حد من الناس اللي بيثق فيها وبعته للكنيسة برسالة واضحة، الا وهي ان انت توضح لهم الوضع اللي انا موجود فيه دلوقتي وتبلغهم مع اول وفد من النصارى هيسافر للشام يبلغوه علشان يسافر معه. وبعد فترة جاله خبر من الكنيسة ان في وفد من النصارى هيسافر الى بلاد الشام. هنا سلمان فك قيوده، ممكن نقول ان هو كان عنده طريقة يفك بيها القيد اللي والده كان عامله على رجله، لكن مش عايز يعمل حاجة زي كده علشان ما يثيرش الشكوك حواليه. لكن ساعة ما جه الوفد فك القيود اللي حوالين رجله وبسرعة خرج وسافر مع الوفد للشام. في رحلته من بلاد فارس الى بلاد الشام كان في شعور غريب كده عنده، هل انا هسيب والدي ووالدتي والناس اللي بيحبوني
علشان اروح لديانه او اروح لمكان انا ما اعرفش عنهم حاجه، مجرد بس ان انا في هدف عايز اوصل له. هل هضحي بحاجات كتير زي كده؟ مش حاجات كتير وبس، هل هضحي بحاجات قيمه وعظيمه زي دي لمجرد بس ان انت عايزه؟ المهم هو كان بالنسبه له رقم واحد، انا عايز اوصل للحاجه اللي انا بدور عليها. وكمل فعلا في طريقه لبلاد الشام، وبعد ما وصل هناك راح للكنيسه وطلب من الاسقف اللي موجود هناك ان هو يعتنق النصرانيه. ومش كده بس، طلب منه ان هو هيكون في خدمته، خدمه الكنيسه، ويصلي معاهم ويمارس معاهم الطقوس الدينيه والكلام ده كله. لكن بعد فتره من خدمته للاسقف ده اكتشف ان هو راجل حرامي بيكنز الذهب والفضه وكل التبرعات اللي بتجيله. المهم الاسقف ده بعد فتره مات، وهنا سلمان قرر ان هو يفضح اعماله، وبلغ الكنيسه والناس ان الراجل ده كان بيعمل 1 2 3، ودلهم على المكان اللي كان موجود فيه التبرعات اللي كان بيدخرها. هنا الكنيسه عينت مكانه اسقف تاني، كان راجل مختلف جدا عنه، اسقف بجد كان جميل جدا، اخلاقه عاليه جدا، لدرجه ان سلمان الفارسي حب الراجل ده جدا جدا وحب خدمته وحب الصلاه معاه. لكن بعد فتره عند موت الراجل ده سيدنا سلمان طلب منه النصيحه، يعني انت بعد ما تموت انا اتابع مين او انا اتبع مين من الاساقفه اللي موجودين في بلاد الشام؟ فنصحه بواحد يتبعه ويخدمه، والتاني ده نصحه بالثالث، والثالث نصحه بالرابع، لدرجه ان هو لف على اساقفه كتير جدا في الشام، لغايه اخر واحد من اساقفه الشام كان راهب من رهبان عمورية الروم. قال له بص بقى، انا ما اعرفش حد تاني ماشي على نفس النهج اللي احنا ماشيين عليه من بلاد الشام، انت تروح له، خلاص انت يعتبر خلصت كل اللي انا اعرفه. فاوصاه بوصيه وقال له قد اظلك زمان نبي يبعث في ارض العرب، واداله 3 علامات: ان هو راجل لا ياكل الصدقه، ياكل الهديه، بين كتفيه خاتم النبوه، وانها ارض بين حرتين بينهما نخل، وان هذا النبي يبعث بدين ابراهيم الحنيفيه السمحه. بين حرتين يعني بين جبلين، يعني البلد دي او ارض العرب اللي انت رايحها هتلاقيها جبال، وما بين الجبال دي في نخل. تخيل بقى انت واحد سافر من بلاد فارس الى بلاد الشام لغرض معين، ومن بلاد الشام بينتقل تاني الى بلاد العرب، برضه ما قالش انا هستقر في بلاد الشام وانا خلاص عملت اللي عليا ودخلت الدين النصراني، برضه هو كان حاسس ان في حاجه جواه لسه برضه ما اكتملتش، هو عايز يوصل لها. ساب المجوسيه الى النصرانيه وخلاص رحلته الجايه هيدخل للاسلام. راجل عنده اصرار غريب ان هو يوصل للهدف بتاعه، بيعمل المستحيل علشان يوصل للهدف بتاعك. انت بكل بساطه اسعى للهدف بتاعك واسال ربنا التوفيق وتوكل وخد بالاسباب، ما تستناش حد يخبط عليك ولا حد يديك الفرص، اخلق انت يا عم الفرص وامشي وراها. كده بعد النصيحه الاخيره لاخر راهب من عموريه الروم ان هو يروح بلاد العرب، فكده خلاص سلمان بقى عارف وجهته اللي جايه، الا وهي بلاد العرب. بلاد العرب أرض قاحلة ذات صحراء عقيمة، ليل طويل وظلام خانق. ما بال تلك الرياح التي أشعلت قلب ذلك الفتى تقوده إلى تلك البقاع؟ أيهرب من عبادة النار إلى عبادة الأصنام؟ أم أن هناك النور الذي بحث عنه سنين طويلة سيخرج من قلب ظلام تلك الأرض، نور سيغير ملامح الدنيا بأسرها. محمد بن عبد الله. سيدنا سلمان في الفترة اللي قضاها في بلاد الشام كان اكتسب بعض من الغنم والأبقار خلال الفترة اللي قعدها، وبعد موت الراهب بفترة سمع عن وفد من قبيلة كلب، الوفد ده مسافر لبلاد العرب. قبيلة كلب دي كانت من أشهر قبائل العرب في الفترة دي. هو طلب منهم إن هو يسافر معاهم لبلاد العرب، والمقابل أنا هديكوا كل اللي أمتلكه من البقر والأغنام والكلام ده كله. الراجل زي ما قلنا ضحى بكل ما يملك في سبيل إن هو يوصل لهدفه. تخيل يضحي بكل اللي اكتسبه في الفترة اللي قعدها في الشام، سواء ابقار او اغنام او ممكن يبقى في حاجات زياده احنا ما نعرفهاش، لمجرد بس ان هو عايز يسافر من بلاد الشام لبلاد العرب. كان ممكن مثلا يبيع حاجه واحده من الحاجه اللي عنده وبفلوس هيديها للقبيله دي ويسافر معاهم وبرضه الناس مش هتعترض. لكن الراجل ده مش همه الفلوس ولا همه ان هو يبقى غني ولا المكسب ولا الكلام ده كله،
هو همه يوصل للحقيقة اللي بيدور عنها سنين عمره. وبالفعل سافر معاهم، لكن في طريقهم لبلاد العرب الجماعة دول غدروا بيه وباعوه لراجل يهودي. يقال ان حصل بينهم خلاف في الطريق، واكتشفوا ان سيدنا سلمان على الدين النصراني لكن هم ما كانوش على الديانة النصرانية، فباعوه للراجل اليهودي ده في وادي اسمه وادي القرى. ويشاء ربنا ان اليهودي ده ياخد سلمان الفارسي ويسافر بيه المدينة، ما راحش بيه بقى مكة. وهناك شاف الوصف النخل اللي وصفه ليه الراهب، نخل ما بين حرتين، وعرف ان هو موجود في ارض العرب. لكن في انهي منطقة في بلاد العرب هيبعث فيها النبي ده هو لسه مش عارف. الفترة اللي راح فيها سيدنا سلمان للمدينة دي كان يعتبر نفس الفترة اللي بدأت فيها بعثة سيدنا النبي في مكة، وكانت لسه دعوته موجودة في مكة. كان لسه ربنا ما أذنش لسيدنا النبي إن هو يهاجر هو والمسلمين للمدينة، وهو على نفس الحال من خدمة اليهودي مستني أي إشارة أو علامة تدل على اقتراب ظهور النبي. وفي يوم من الأيام سلمان الفارسي كان واقف على نخلة من فوق، والراجل اليهودي ده تحت. لقى راجل يهودي قريب الراجل اللي موجود تحت ده جاي يقول له ايه؟ قاتل الله بني قيلة، والله انهم الان لمجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون انه نبي. تخيل انت معايا المشهد ده، انا راجل ضحيت بسنين من عمري لمجرد ان انا مستني خبر زي كده، وهو على النخل فوق. اول ما سمع الكلام ده ارتعد. عارف انت مثلا اما بتمرض ويجي لك دور برد او جسمك بيسخن تحس كده بجسمك فيه برودة بدأت تمسك جسمك؟ ده نفس الشعور اللي سيدنا سلمان وصفه ان هو جاله على النخلة في اللحظة دي. بعد الشعور ده ما جاله وقع من على النخلة، وكان هيقع على الراجل اليهودي، لدرجة ان الراجل اللي كان بيستعبده اللي هو كان مالك سيدنا سلمان ضربه وقال له انت مالك، لان سيدنا سلمان بعد ما نزل قعد يسأل الراجل اليهودي ايه الكلام اللي انت قلته ده، وفين الراجل اللي انت بتقول عليه. المهم سيدنا سلمان كان منتظر اللحظة دي من فترة كبيرة، وكان محضر حاجة زي صدقة يتصدق بيها لسيدنا النبي. هو دلوقتي خلاص في نبي ظهر عايز يختبره، هل فيه الصفات اللي أوصى بيها الراهب بتاع عمورية ولا الراجل ده أي كلام؟ فقال لك أنا لازم أتأكد. فجيه الليل سيدنا سلمان اتسحب وخرج من ورا الراجل اليهودي وراح قباء، المكان اللي كان مجتمع فيه سيدنا النبي مع الصحابة. وهناك سيدنا سلمان راح حط الصدقة دي ما بين ايد سيدنا النبي، وقال له الصحابة محتاجين ياكلوا منها، ناس جاية من هجرة تعبانة عايزين يرتاحوا عايزين أكل. فقال له دي ايه؟ صدقة. هنا سيدنا النبي امر الصحابة انهم فعلا ياكلوا منها، لكن سيدنا النبي امتنع عن الاكل من الصدقة دي اول علامة ان هو رجل لا يأكل الصدقة. التانية سلمان راح جمع حاجة تانية، لكن المرة دي كانت نيته ان هو يهادي بيها سيدنا النبي، خلاص هي مش صدقة دي هدية. فراح لسيدنا النبي وقال له ايه؟ قال له انا خدت بالي ان انت ما اكلتش من الصدقة بتاعت امبارح، فدي هدية مني ليك. هنا سيدنا النبي أخذ الهدية من سلمان الفارسي وبدأ يأكل منها، وأمر الصحابة أنهم يشاركوه معاه في الهدية دي. يبقى دي التانية، رجل لا يأكل الصدقة ولكن يأكل الهدية. فاضل آخر علامة. سيدنا النبي بعد ما حضر جنازة واحد من الصحابة قعد على الأرض واجتمع حواليه الصحابة، فجي سيدنا سلمان قعد وراه. ليه؟ هو بيحاول يبص في ظهره يشوف خاتم النبوة، وهنا سيدنا النبي خلع رداءه الشريف عن ظهره وبان خاتم النبوة اللي موجود ما بين كتفي سيدنا النبي. هنا سيدنا سلمان جري بسرعة على ايد سيدنا النبي وقعد يبوس فيها ويحب عليها، وقعد يحكي لسيدنا النبي قصته من بلاد فارس لغاية ما وصل بلاد العرب. قصة سيدنا سلمان من أعظم القصص في الإسلام، حتى إن سلمان الفارسي لقب بالباحث عن الحقيقة. راجل ضحى بالبيت وضحى بالمال وضحى بالراحة، راجل ساب موطنه وناسه وأهله لمجرد عبادة النار اللي ما كانش مقتنع بيها، وسافر لبلاد الشام وتحمل عناء الطريق لغاية ما وصل الشام، بلد عمره ما راحها قبل كده، وبدأ يتدرج من شخص للتاني ويتابع أسقف ورا التاني لغاية ما يجي واحد يقول له انت لازم تسافر بلاد العرب، هناك هتلاقي الحاجة اللي انت عايزها. هنا ضحى بكل ما يملك من الغنم والأبقار والكلام ده كله، وبرضه سافر لبلاد العرب، وفي طريقه برضه اتعرض لابتلاءات واتباع بالغدر لواحد يهودي، فضل فترة يخدمه. راجل لم يكل أبدا، قدامه هدف هو عايز يوصل للهدف ده مهما يحصل، لدرجة ان سيدنا سلمان بعد الرحلة العظيمة دي كلها نال شرف عظيم جدا. والشرف ده تمثل ان في غزوة الأحزاب سلمان الفارسي اما اشار عليهم بفكرة حفر الخندق، الانصار حاولوا ينسبوه ليهم، فجم المهاجرين حاولوا ينسبوه ليهم، لكن سيدنا النبي وقف وقال سلمان منا آل البيت. شرف عظيم جدا ان هو انتسب لآل البيت، وهو اصلا كان راجل فارسي، حتى راجل مش عربي، يعني في عرب كتير وصحابة كتير ما خدوش الشرف ده. خلينا اختم الحلقة دي بسؤالين. أول سؤال، هل هتفضل عايش دور الضحية طول عمرك وترضى بالأمر الواقع وبالحياة الروتينية اللي انت عايشها اللي عمرك ما هتتقدم من وراها، وحلمك اللي انت طول عمرك بتحلم بيه
هل هتسيبه وترضى بالامر الواقع اللي انت عايش فيه ولا لا؟ هل هتستنى الفرصة تجيلك لغاية عندك وبعد كده تقول انا هبدأ، ولا انت هتعمل المستحيل علشان توصل للحاجة اللي انت عايزها؟ راجع امورك كويس، ودايما خد قصة سيدنا سلمان الفارسي او روزبة او مابا بوذخشان خدها مثل ليك ان انت عايز توصل لحلمك وتحققه زي ما هو وصل لحلمه وحققه. بعد عناء، بعد عناء مفيش مشكلة. العناء ده في حد ذاته انت هتكتسب من وراه خبرات كبيرة جدا جدا جدا. هنا تبقى خلصت حلقتنا. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك، تعمل شير لاصحابك علشان تستفيدوا كلكم وتحققوا يا عم احلامكم، وربنا يوفقنا جميعا.